عمري في حياتي ما كنت هاجي المكان ده ولا هعمل عنه ريفيو. عايز اقول لكم بقى اللي خلاني اجي هنا الفيديو ده. احنا متابعين الكومنتس حرفيا واحد واحد، ومش هنسيب كومنت غير لما نظبطه ونعمل اللي انتوا عاوزينه. ان حد يطلع يقول الكلمتين دول وينفذ، مش يقول خلاص، مش يقول انا هعمل واعمل. اننا هدفنا واحد والله العظيم، من احسن لاحسن. لو في اي كومنت مننا او من اي ناس انت تحسنه. تيجي نشوف بقى الاكل هيطلع جامد ولا عادي واي كلام. طلب كا كلاسيك بيبقى فرايد تشيكن عليه كول سلو كده، 2 بيسز فرايد تشيكن سبايسي ومعاهم كاك صوص. كل الاوردر ده ب 290 جنيه جاهز. هوب سكالوب الاوردر ما خدش وقت، ونسيت اقول لكم ان هو فاتح في زيارة الرحاب، عندهم قاعده اوت دور وان دور. ونبتدي باول ساندوتش الكا كلاسيك. اول حاجه بقى الفراخ نظيفه زي ما انتم شايفين، وكونسبت الفرايد تشيكن ده صايع، طعمه حلو قوي، ينعنش في دماغي، يعلم يعني. انا جاي مخصوص ناكل الساندوتش ده. الموبايل فصل معلش. البيس التشيكن طلبتها سبايسي وبيجي معاها كاك صوص. بسم الله. مشكلتي بس الوحيده مع العيش، عيش تخين قوي. انت لو حطيت عليه البيس وحطيت الكول سلو كده وجيت كلت، طعم العيش هيكون اكتر من الفراخ. قولوا لي في الكومنتس لو في حاجه جامده ثانيه ممكن اجربها، ولو حد عنده اي كومنت يقول لهم، عشان هم كده كده في السوفت اوبننج، وزي ما انتم شايفين بيظبطوا اي حاجه.